وضع لنا قاعدة في البيع والشراء والتجارة والاستيراد والتصدير مبنية على صدق. البيعان بالخيار ما لم يفترقا، إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. والله أخوانا الحديث ده الاختصاص ذاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تتعامل بالصدق في البيع والشراء، وأن تكون صادقا، وأن تبين العيوب في السلع المعروفة. تعال شوف الأمة الإسلامية الليلة اللي بتتهم الإسلام، سوق كبير ودلالة كبيرة، يقول لك دلالة المواسير في بلاد المسلمين، بدلوا العهد والميثاق والصدق بماسورة. شباب المسلمين الليلة يقول لك ماسورة وغشاو وقعدوا ومقلبوا. مسلم يصلي معاك في الصف واحد ويدق فيك مقلب في السوق ما تنساه لا من تموت، ويتهم الإسلام ويقول لك يا مولانا الحكومات لها دور كبير، ولكن الشعب له دور أيضا في الفساد. عشان ما تقش رقبتك. الموضوع بالمناسبة سلسلة متواصلة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال وإن لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله أو بكتاب الله ويتخيرون فيما فيه، قال إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. يتخيرون ما في الكتاب، يجيبوا الدستور قانون النظام العام ده بيوافق هواء القانون الدولي، كان بيوافقوا يخلوه وكان ما بيوافقوا يحذفوه. يجيبوا الدستور يريدون ونريد أن نرضي الخارج ونريد أن نرضي الغرب من الإنجليز ذا الليلة، نسأل الله السلامة والعافية، والشعب مبسوط. يقول لك يا أخي والله أمريكا دي كان ما رضت عن السودان، وكان ما رفعونا من الحظر، ولو ما رفعونا من الدولة القائمة الدولة الراعية للإرهاب حالنا ما بينصلح. ده الشعب تلقوه كيف يقول لك يرفعونا. يا أخي دخل في التوحيد. يا أخي ربنا قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله كلكم، الرزق ده عند الله، والغرب محتاج إلى الله جل جلاله. يا أخي ربنا قال وما من شيء وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بس نطبق أحكام الشريعة ونطبق الدين حكومة وشعوب، والذي نفسي بيده ننجو ونخرج. وإن من أسوأ سوء الأدب الذي نتعامل به عدم التأدب مع الله جل جلاله. والله أخواننا حكومة وشعوب، نسأل الله السلامة والعافية، نزعل غير الله جل جلاله وننادي غير الله في أرض الله سبحانه وتعالى، نداءات لغير الله سبحانه وتعالى، هتافات باسم غير الله سبحانه وتعالى، الاعتماد على الأسباب وترك المسبب. والقرآن يعلمنا منهجا عجيبا. إبراهيم عليه السلام لما أمره سبحانه وتعالى أن يذهب بزوجه ويضعها في واد استجاب لأمر الله. نحن أخواننا ما ابتلونا بقدر ده، نحن قدر ده ما بنقدر عليه. ابتلاءات زي دي صعبة. وأنا في السودان الواسع ده يقول لك والله مولانا ما في حل تاني، ما في حل، نبرك كيف تاني معقول السودان ده ينصلح وحاله يمشي؟ ما بيمشي، لأننا لا نثق في الله جل جلاله. النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن 3 نفر أواهم المبيت إلى غار، قال فانحدرت صخرة من أعلى الجبل وسدد عليهم باب الغار. ده موت محقق. ما قالوا والله خلاص نحن انتهينا، ما في مخرج تاني. لما انقطعت بهم أسباب الأرض رجعوا إلى أسباب السماء، قالوا إنهم لن ينجيكم من هذه إلا عمل صالح تدعون أو تسألون الله به. لما رجعوا إلى الله مغير الأسباب ومبدل الأحوال انفرج ما كانوا فيه. قال عليه الصلاة والسلام فانفرجت الصخرة وانطلقوا يمشون. شغل ده داير إيمان ورجوع لرب العالمين بصدق. إبراهيم ربنا إني تركت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ما قال عشان يأكلوا يشربوا، أول حاجة العبادة، اتبع التعبد بتاكل. وأن لو استقاموا على الطريقة
لو مشوا على الضرب المستقيم الذي رسمه رب العالمين الحال بمش. قال أسكنت من ذريتي، ربنا إني أسكنت من ذريتي